ألا تقوم السفارة المصرية في مثل هذه الحالات بتكليف أحد المحامين لمتابعة الإجراءات القانونية أم تترك لا الأمر هكذا يعني؟ لا 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 لا, لا, لا. ليس من دور السفارات اطلاقا انها تكلف مكاتب المحاماه بذلك. كل مصري له اهليه تامه، اهليه اداء واهليه وجوب، وعليه وله يتحمل بالالتزامات، وله ان يطالب بحقوقه، وليس لاحد اي وصايه عليه. يعني قصدي بمعنى ان السفاره ليست وصيه على كيفيه اداره المواطن المصري لحياته، سواء خطأ او صوابا. هو مسؤول عن ذلك يعني. طبعا بمساعده مننا احنا في بعض الحالات بتجيلنا، يبقى عندنا علاقات بمحامين معينين او فنوجهه نقول له احنا في ده وده وده، شوف بقى سيادتك تحب تتواصل وتتعامل مع مين. السفيرة هويدا عصام القنصل المصري العام بالكويت، شكرا جزيلا لك.